يا ترى ايه شكل بوكيه الورد اللي هتخطف بيه قلب أنثى برج العذراء؟ الهدية لها قيمة كبيرة جدا عند الست لأنها بتوصل لها رسالة مهمة جدا، وهي إنك راجل كريم. والكلام في الراجل صفة مهمة جدا عند الست. تقدر تدخل محل الورد وتشتري بوكيه ورد من أي نوع أو أي لون، وده طبعا هيوصل لها الرسالة اللي انت عايزها. لكن لما بتجيب لها بوكيه ورد على ذوقها أو الألوان أو أنواع الأزهار اللي هي بتحبها، فده بيوصل لها رسالة تانية خالص، والرسالة دي إنك فاهمها، والست بتعشق الراجل اللي فاهمها. لما الهدية بتكون ورد، فالورد بيوصل رسالة تانية خالص، هي إنك راجل متحضر وراقي ومختلف. هي كل الستات ذوقها واحد في الورد؟ بالطبع لا. علشان كده لازم تجيب حاجة على ذوقها وعلى حسب اللون اللي بتحبه أو أنواع الزهور اللي هي بتحبها. أنثى العذراء بتحب الزهور صغيرة الحجم، وزهرة التوليب هي أنسب زهرة لها. كمان بتحب في ألوان الزهور البنفسجي والأصفر بجميع درجاته، لكن بشكل عام هي بتميل للألوان الداكنة في الزهور. زهور النرجس والبتلات الصغيرة بتجذب قوي عيون برج العذراء، ويا سلام بقى لو ملفوفة بشريط فضي أو بنفسجي. وده هيكون الشكل النهائي لبوكيه ورد أنثى برج العذراء. وفي نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس وتشترك في القناة وتشير الفيديو لأكبر عدد من أصدقائك علشان تعم الفايدة. ولو ما اشتركش في القناة اشترك، لأن احنا هنقدم محتوى جديد الفترة الجاية وحاجات جميلة جدا جدا هتفرق معاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.